كل جماهير الكرة المصرية الأهلي والزمالك، مش بس جماهير النادي الأهلي، بتتساءل دلوقتي عن موقف أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي، وهل زيزو هيلحق ماتش القمة يوم الجمعة ولا لا؟ طيب باختصار شديد ما طولش على حضرتك، زيزو اشتكى من العضلة الخلفية خلال الساعات اللي فاتت في النادي الأهلي. زيزو عمل كشف طبي وعمل فحوصات طبية خلال الساعات اللي فاتت. الموقف والقرار النهائي بشأن مشاركة أحمد سيد زيزو هيتحدد في مران بكرة الخميس. انت عمل الكشف النهارده، عمل فحوصات طبية وعمل كشف طبي كمان، لكن القرار النهائي هيتحدد بكرة الخميس. هل زيزو هيلحق الماتش ولا لا؟ الجهاز الفني للنادي الأهلي طبعا عايز زيزو يبقى جاهز بشكل كامل، رافض فكرة ان انا زيزو يلعب وهو مش جاهز. ليه؟ لان انت ممكن في اي لحظة زيزو يتصاب، تخسر تغيير، يعني خسرت تغيير مش تغيير واحد، ان اللعيب بدأت بيه اساسي وهو مش جاهز، وخسرت تغيير كمان خلال المباراة. فعشان كده الجهاز الفني متمسك بجاهزية زيزو بشكل كامل قبل الماتش، هيعمل مش بس كشف طبي وكشف فني كمان بكره الخميس، يتاكدوا ان هو جاهز بنسبه 100% قبل مشاركته في مباراه القمه. طيب حد ممكن يسال، زيزو مش جاهز، زيزو مش جاهز، مين هيكون موجود بديلا لاحمد سيد زيزو في تشكيل النادي الاهلي؟ بشكل كبير جدا حسين الشحات اللي هيعوض غياب زيزو. الحقيقه ناس كتير الفتره اللي فاتت اتكلمت ان حسين الشحات مظلوم، حسين الشحات مش واخد فرصته بشكل كبير مع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت. حسين الشحات يستحق يشارك في التشكيل الاساسي للنادي الاهلي. طبعا خلينا نكون متفقين ان مشاركه زيزو كانت على حساب حسين الشحات، وحسين الشحات من اول الموسم لحد دلوقتي ما شفناهوش بشكل كبير في تشكيل النادي الاهلي من اول الموسم لحد دلوقتي. حسين الشحات من نوعيه اللعيبه اللي بيجيد ماتشات الاهلي والزمالك. خلي بالك ماتشات الاهلي والزمالك عايزه لعيبه معينه. يعني ايه لعيبه معينه؟ لعيبه بتاعت ماتشات الاهلي والزمالك. يعني ممكن اللعيب طول الموسم ما يبقاش حلو، ينزل ماتش اهلي والزمالك يخلص لك الماتش سواء هنا او هنا. فحسين الشحات من نوعيه اللعيبه اللي هي بيحب ماتشات الاهلي والزمالك، بيجيد في ماتشات الاهلي والزمالك، بيبقى عنده ثقه وهو نازل ان هو هيعمل حاجه، بيبقى عنده ثقه وهو نازل ان هو هيعمل حاجه. ممكن لعيب يبقى نجم الفريق مكسر الدنيا، بس ينزل ماتش اهلي والزمالك تلاقيه خارج الخدمه، تلاقيه. وفي لعيبه كتير قوي اهلي وزمالك شفناهم على هذا الامر. لكن على العكس انا بقول لك مشاركه حسين الشحات لو سالتني هيكون اهم مفتاح لعب للنادي الاهلي في ماتش الاهلي والزمالك. يعني لو لعب الاهلي محتاجه جدا. فوق ده وده ان حسين الشحات جعان عطشان، جعان كوره، عطشان عايز يثبت نفسه، عايز يقول للناس كلها ان انا موجود اهو، ان انا استحق ان انا ابقى موجود، ان انا استحق ان انا اخد فرصتي، ان انا استحق اكون موجود في التشكيل الاساسي للنادي الاهلي. ومفيش افضل من ماتش الزمالك كفرصه ليك يا حسين الشحات ان انت تعبر عن نفسك. حسين الشحات ماتشات الاهلي والزمالك اللي فاتت بصراحه احد اهم نجوم مباريات القمه، لكن كل ده متوقف على اللي هيحصل بكره والكشف الطبي الخاص والكشف الفني كمان الخاص باحمد سيد زيزو، اللي بناء عليه هيتحدد موقفه. زيزو لو جاهز هو اللي هيلعب، خلينا متفقين. زيزو لو جاهز بشكل كبير جدا هو اللي هيبقى موجود في التشكيل الاساسي للنادي الاهلي.